ها جاهز؟ ايوه جاهز زي الفل. يلا هنلعب يلا. حلو حلو. ياه طب ما تجرب تعملها وانت مغمض. طب يا عم اهو 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 يا ابن اللعيبه. يا مساء الفل على الكل، واللي ما عملش لايك لا جدع ولا من الكل. حلوة صح؟ حط لايك بقى وسبسكرايب وشير علشان نوصل، ويلا بينا. بص يا سيدي، الحلقة اللي فاتت كنا بنركز على فهم مشاعر الجمهور وازاي نستخدمها لصالحنا علشان نطير فكرتنا للسما. صح؟ صح. دلوقتي بقى احنا هنركز على ديناميكا الفوز وتكتيكات وحركات وبركات اللي هتكون بداية الإقلاع. هنعمل تيكي تاكا يعني وهنكسب ريال مدريد، حاجة شبه كده. أول درس معانا بقى دلوقتي هو المخاطرة. ألو، مش بتقول تكتيك هنكسب ازاي بالمخاطرة؟ هقول لك يا سيدي، مش انت لما تيجي تخاطر بحاجة يا بتبقى حلوة قوي يا بتخرب؟ صح، بس انت بتقولها بسهولة قوي كأن المخاطرة دي والتخريب حاجة عادية يعني. هقول لك بقى احنا ازاي هنخاطر بس في المضمون. وقبل ما تقول مضمون ازاي ومخاطرة، فانا هقول لك دلوقتي الحاجة العادية بقت مضمونة وسهلة. يعني مثلا الشغل، انك تبقى طالع تشتغل وتكسب فلوس وما تبقى ماشي على قد كده، فده في الاغلب مضمون وسهل. اي حد يقدر يشتغل وياخد فلوس. بس الناس الاغنياء هتلاقيهم بيخاطروا بحاجات كتير في حياتهم، فجأة تلاقيهم فلسوا وفجأة تلاقيهم بقوا من أغنى الناس. وتقدروا تقرأوا كتاب الأب الغني والأب الفقير علشان تعرفوا المخاطرة في البيزنس عاملة ازاي. بس ده دلوقتي مش موضوعنا. موضوعنا ان احنا نطلع من العادي ونطلع للمخاطرة عشان نفرقع ونظهر فكرتنا بشكل مختلف وجميل. هي دي بقى المخاطرة الصح. الاعتيادية مش هتوصلنا للنجاح الكبير، هتوصلنا للعادي لأنها عادي. ما هو في ناس بيقولوا لك ابقى ضامن حاجة احسن ما اخاطر واخسر كل حاجة. بص، هو فكر الناس ده مش اصح حاجة، وهقول لك دلوقتي ليه. الشيء العادي ده بيخلق فرضيات، على اساس الفرضيات دي انت بتبدأ تقول ما هو الناس اكيد هيعجبها ده علشان عجبهم الشيء الفلاني، فخلاص بقى انا هفضل في الحتة دي ومش هخرج بره عنها. وتفضل انت والشيء الفلاني في الحتة العادية ومش تطلعوا منها. بس المخاطرة على الجانب الاخر هتخليك تطلع بره زون الاعتيادي، وهتخليك تقول طب ما الناس ممكن تحب ده، وتبدأ تبني نظريات واختبارات على الاساس دوت وتبدأ تنجح. بص، هو على العين والراس، بس انا محتاج مثال يفهمني. هقول لك يا سيدي، زمان كانت الكتب والمكاتب كان ليها سمعة رهيبة، وزمان الناس كان ممكن تفتح مكتبة علشان الناس تروح ليها، وده كان الطريقة الوحيدة اللي انت ممكن تقرأ بيها كتاب، وده كان الشيء العادي. بس دلوقتي بقى في كتب إلكترونية وتقدر تقرأ وانت في بيتك، وكتابك هيفضل معاك على طول، مش محتاج ترجعه للمكتبة. محدش كان متخيل ان الموضوع ممكن يوصل لكده غير بالمخاطرة والإبداع. مثال تاني بقى يا عم، الأفلام. زمان كان يا إما هتروح السينما وتتفرج على الفيلم في السينما، أو تروح تأجر السي دي، مش تشتريه حتى، تأجر السي دي وبعد ما تخلص الفيلم تقوم رجع السي دي تاني. دلوقتي ايجي بيست ونتفليكس ما سابولناش أي حاجة، تقدر تتفرج عليها في أي مكان حتى لو أنت في البيت. فل الفل. ندخل على اللي بعده. تمام يا سيدي، في واحد اسمه ستيوارت بيترفيلد قال حاجة مهمة قوي قوي قوي، وبجد انا بعتبرها حجر الاساس في الفكر لاي نجاح. بيقول ايه؟ المقياس الافضل وربما الوحيد للابداع هو تغيير السلوك الانساني. يعني بكل بساطة، عاوز تبقى ناجح ومبدع، غير سلوكك وفكرك. يعني بشكل اخر بيقول لك اطلع بره المألوف، عشان المألوف عادي جدا. ايه الحلاوة دي؟ اقسم بالله تمام، مع حق فعلا. بس معلش يا ابو عادل، فهمني كده، ازاي تغيير الفكر ممكن يأثر على المجتمع؟ يعني انت هتقول لي ان المجتمع كله هيتأثر بفكرتي انا؟ يا باشا، وهقول لك مثال هيفهمك دلوقتي. الحلاقة، مش كنا اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت دي؟ لا 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 لا، بص وركز معايا. زمان قوي يعني الناس ما كانتش بتحلق خالص غير لو كان في حرب، عشان شعرهم ما يسبب لهمش أزمة، والعدو ما يمسكش شعرهم كده هو عشان طويل ويمرمط فيه الارض. مع ان العدو بتاعهم كان البربريانز، اللي هم اصلا شعرهم من رجلهم لحد راسهم مليان زي انسان الغابة. فلو تلاحظ اصلا ان فكرة الحلاقة في المجتمع ظهرت من الحرب، استغلها واحد اسمه جين جاك بيرد وعمل مكنة الحلاقة اللي هي الموس. زمان بقى لما كانوا بيحلقوا يا بالسيف يا بالفاس كده، اللي هو
عشوائية. انما ده دخلهم بالموس ولا محتاج تحده علشان يبقى حاد ولا اي حاجة، هو مرة واحدة وخلاص. وطورها مستر جيليت اللي هو عنده اشهر ماركة حلاقة في العالم، واللي هي ايه؟ جيليت. دلوقتي ثقافة الحلاقة والدقن الناعمة عند الرجالة بقت ثقافة الناس اللي ما كانتش عاوزة تحلق اصلا الا علشان الحرب. فالتغيير في السلوك الانساني مهم وعامل كبير جدا. خليني اقول لك حاجة كمان، ان التغيير مش بيجي صدفة، يعني مش فجأة كده هتلاقي ان في تغيير في سلوكك او يلا نغير العالم فجأة كده. خليني اقول لك على امثلة في حياتنا هتفهمك السبب والنتيجة والتغيير فعلا. اول مثال معانا هو المواصلات، مش هتكلم عنه كتير عشان اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت في الفرق بين اوبر والتاكسي، فبطلوا كسل واللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يشوفها. تاني مثال معانا وهو التسوق. زمان كان لازم تنزل برجلك صح؟ ما كانش فيه حل تاني غير انك تنزل تجيب الطلبات بايدك وتخلص كل طلبات البيت وتروح. دلوقتي يا باشا ايا كان طلبك ايه بضغطة زرار واحدة بتجيب وانت قاعد في بيتك. والله زمان لو تقول لابويا وامي ان كل حاجه بتتجاب بضغطه زرار ما كانوش هيصدقوك وقالوا لك نضمن منين ونجيب الحاجه ازاي ونضمن ان هي سليمه. دلوقتي بقى ماما هي اللي بتقول لنا اطلب. شفت السلوك اتغير ازاي؟ لا واتغير للافضل كمان بسبب الابداع. المثال الثالث وهو النشر. نشر الهدوم ولا ايه؟ دي احنا عارفينها كويس، خلي بالك يا عم. لا مش ده، دار النشر في الكتب والطباعات وكده يعني. بص يا سيدي، احنا اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، بس هقولك ان عدد الكتب المطبوعة واللي تم نشرها تراجعت ل 9%، يعني نزلت 9% سنة 2012 لما بدأت الكتب الإلكترونية تدخل السوق. تغيير السلوك هنا واضح جدا وصريح، أدى لنزول واضح في سوق الطباعة والنشر، وده كان من إبداع صناع المحتوى سواء كان في تلخيص الكتب او المتاجر الالكترونيه اللي بتبيع لك الكتاب الكتروني زي ما هو بالظبط. زي كده يا اسطى؟ ايوه بالظبط زي كده. المثال الرابع وهو التعليم. بكل بساطه كلنا شفناه في كورونا، وازاي من بعد كورونا التعليم الالكتروني ضرب وطلع السوق وكسحه. دخل السوق كبديل للتعليم العادي، وربما كمان كام سنه هيبقى هو الاساس. وده لو ترجع 10 سنين 2010 مثلا كانش في حد يتخيل ابدا بديل عن نزولك الجامعة أو المدرسة. دلوقتي منصة خان أكاديمي أو الحاجات اللي زيها يعني بتقدم كورسات كتيرة جدا، حتى الجامعات نفسها بدأت تتجه للأسلوب الأونلاين علشان هو فعلا المستقبل. نختم بقى الدرس الأول من حلقتنا النهاردة بمقولة حلوة قوي بتقول لك ايه؟ ارجو ان تقل محاولة الشركات في اظهار انها تعرفنا جيدا. الدرس الثاني يا طويل العمر وش يقول لك اصنع ما يريده الناس. دلوقتي كيف تغيير سلوك وكيف اصنع ما يريده الناس؟ هقول لك يا سيدي، القاسم المشترك وهو بيتمثل في الدائرتين دول، وجهة نظر العميل وفهمك انت لوجهة نظر العميل بيعملوا القيمة. وهنا هنفهم التغيير الصحيح للسلوك، وفي نفس الوقت انت هتدي الجمهور اللي هو عاوز. يا سليمان بالله عليك فهمني يا سليمان. بص يا سيدي هضرب لك مثال حلو قوي. عارف ايكيا؟ اكيد يعني. ايكيا في 2014 وصلت مبيعاتها ل 38 مليار دولار. هتقول لي ازاي يعني؟ هقول لك بص يا سيدي، الفكره كلها مش عشان بس تصميماتهم حلوه، الفكره علشان تصميماتهم مناسبه. انت لو رحت ايكيا اللي في الصين مش نفس اللي في امريكا، مش نفس اللي عندنا في مصر، مش نفس اللي عندنا في السعوديه. يعني انت قصدك يا ابو عادل ان هما بيصمموا لكل دوله حاجه؟ بالظبط كده، كل دولة ليها ثقافتها وكل دولة ليها طابعها الخاص. فاكر المقولة اللي نهينا بيها الدرس الأول؟ أهو ده الشرح الأصح ليها. ايكيا سابت كل بلد تحط الطابع الخاص بيها فيها وبدأت تعرضه على الأساس ده. لما بتروح ايكيا بتبقى حاسس إنك في البيت، حاسس بشعور البيت، زي ما قالت ايكيا في الموقع بتاعها: المنزل ليس مكانا، المنزل شعور. وهم طبقوه بالحرف بشكل مختلف في كل بلد. طبقوا فكرة تغيير السلوك. قليل قوي لما تلاقي شركة انترناشنال ناجحة عشان ما عندهمش السياسة دي، سياسة السلوك القابل للتغيير والقابل للإبداع. والله كلام كبير وزي الفل وانا فاهم واندمجت. كمل فل يا باشا. ركز بقى معايا عشان الحته اللي جايه مهمه. عارف توماس اديسون؟ اللي اخترع المصباح الكهربائي. اهو ده اللي معروف عنه، بس في الواقع مش هو اول واحد اخترعها، لكن هو اللي سوق له صح. توماس اديسون قال اشهر مقوله ليه: سنجعل الكهرباء رخيصه لدرجه ان الاغنياء فقط من سيستخدمون الشموع. انت متخيل؟ المقوله دي من كتر ما هي لخصت كل حاجه، لو قعدت تفكر فيها وتشوف قد ايه هي غيرت السلوك والسبب والنتيجه وعرض للناس
الناس اللي هم عاوزينه، وهو مش مخترع اصلا اول مصباح كهربائي. كان فيه 23 لمبه قبل لمبه اديسون، بس اديسون هو اللي خد براءه الاختراع بفكره التسويق الابداعي اللي خلاها علامه تجاريه لنفسه هتفضل ثابته في اذهان الناس للابد. يا اديسون يا ابن اللعيبه، يعني هو سرق الفكره؟ لا هو ما سرقهاش، هو سوق لها صح واستغلها وكسب بيها الرهان. خلينا بقى ندخل على حته مهمه وهي ثوره السياق. سياق ايه بس؟ انا ما بعرفش اسوق. هقول لك بص، الست الكريمه برناديت بتقول لك ايه؟ مهما كانت جوده المنتج ففرصتك مع الجمهور بتقل اذا ما فهمتش هما بيستخدموه ازاي. معلش فهمني اكتر. دلوقتي انا لو اديتك عود خشب، بس عود خشب قوي جدا وانت مش عارف انت هتستخدمه ازاي ولا ممكن تستخدمه في ايه اصلا، هل يعقل اني هطير بفكرتي معاك؟ لا طبعا. بالظبط كده. انا قبل ما اديك عود الخشب ده المفروض افهمك عود الخشب ده بنستخدمه في ايه وتستخدمه ازاي، سواء في الاكل بقى هتلعب بيه ايا كان، عشان نقدر نتواصل بشكل كويس ونفهم الجمهور هيستخدم الحاجه اللي احنا بنعرضها ازاي. لازم نبص على 5 حاجات مهمه: راس المال الاجتماعي، الشخصنه، التوصيات، السعي نحو المعنى، السمعه. راس المال الاجتماعي هو السوشيال ميديا، الشخصنه هي التجربه الشخصيه واختلافها من شخص للتاني، التوصيات بكل بساطه هي اقتراحاتك للجمهور وازاي يستخدموا المنتج بتاعك. السعي نحو المعنى والسمعة اتكلمنا عنهم في اخر الحلقة الاولى. لو انت جمعت ال5 حاجات دول صح وبنيت عليهم فكرتك اضمن لك النجاح بشكل هايل وهتطير بفكرتك للسما. طب معلش يا ابو عادل عندي سؤال، طب انا ازاي هتكلم مع الجمهور وكل حد هتكلم معاه وانا عندي مليون وشوية؟ هقعد مع كل واحد لوحده يعني؟ الحقيقة لا، في حاجة مهمة إن لم تكن الأهم بعد إطلاق المنتج بتاعك، هي الفيدباك أو استطلاع الرأي. أنت هنا بتتكلم مع جمهورك وبتشوف إيه هي ردة الفعل والمميزات والعيوب من وجهة نظر المستخدم علشان هي الأهم. معلش برضو أنت ما قلتليش إزاي. هقول لك يا عم، دايما كان بيبقى فيه استبيان واملى الاستبيان ومش عارف إيه ورأيك يهمنا وبلا بلا بلا. دي في الحقيقة مش بتجيب مع الناس ولا بتأكل عيش. الصح إنك تنتقل لدوت بإنك تشاركهم الموضوع، أسئلة ذكية قوي، وتبدأ مثلا تحطها في بوست. لو مكاني هتعملوا إيه؟ لو المنتج ده بتاعكم هتستخدموه ازاي؟ مش قيم لي المنتج من 1 ل10 وكيف شعرت بطعم عصير البرتقال. في فرق في الطريقة وكمان في المكان. انت ممكن تنزل تويت او بوست او ستوري، مش لازم تعمل استبيان عشان محدش هيملاه. تمام جدا جدا، فهمتك. بس يا سيدي هنختم بقى الحلقة بالمقولة الحلوة دي، بس المقولة دي لأختي بقى بتقولك ايه؟ شخص ما ينفعش يبطل يتعلم، عشان لو بطل يتعلم فكأنه مات، نبضه هيتوقف عن العمل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان نطير سوا. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخولنا شهر رمضان الكريم، عاد الله علينا بالصحة والعافية. اشوفكم على خير.